من واحد يدوب لاقي ياكل لمليونير معاه فلوس ما تتعدش. محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة التجارة في مصر. وانا تقريبا فلست يعني، فسجدت لله سبحانه وتعالى وقعدت ادعي. الصبح كان ربنا سبحانه وتعالى عوضني وكسبت 3000 جنيه سنه 88. ده كان رقم كبير جدا. الباب اتفتح. من بعد قعدتي دي وانا بسجد لربنا حسيت ان خلاص كل الامور ماشيه. هتتزنق خش واسجد وقول له، هتلاقي حد احسن من كده. قسما عظما بالله ان هذا الرجل ما قال لي حاجه الا ما حصلت. قسما بالله حصلت بعد 4 شهور ان انا ابقى مليونير وان اذبح 10 عجول وان ما مرش 4 شهور واتنفذت اللي هو قال عليه. بدأت طفولته في حي الجمالية وشارع الأزهر، وعاش حياته مرتبط بالمنطقة دي لدرجة إن أول شركة قرر يفتحها كانت هناك. معظم حياتي كنت مرتبط بيها في حي الجمالية، فاتولدت في الموسكي واتربيت في شارع الأزهر، ولما فتحت شركتي بعد كده فتحتها في شارع الدراسة، وبعدين اتنقلت بعد كده لبقى مدينة نصر ومصر الجديدة وكده. محمد قال إن أبوه كان تاجر قماش وكان دايما بياخده معاه المسجد وهو بيعمل أعمال خير. وحتى لما راح الحج، محمد أول مرة يزور الكعبة كان عنده 10 سنين، ومن كتر حبه لمكة رجع وزارها تاني وهو عنده 15 سنة. اتعلمت منه ازاي تكرم ضيفك، ازاي تساعد المحتاج. أبوه علمه على حب الناس والتقوى والأعمال الصالحة من وهو صغير، وكان طالع في بيت عز ومتعود على إن أبوه عنده فلوس، لغاية ما حصل اللي حصل. بقى فجأة مش شايف فلوس أبوه، وبقى كل اللي يشوفه يدوب اللي يكفيهم وبس. حياته بقت عادية جدا، وما كانش عارف إيه اللي بيحصل ولا ليه بيحصل كده، لغاية لما أبوه مات. وهنا بدأت الأسرار تظهر سر ورا التاني. أبويا كان تاجر أقمشة وكسب مكاسب لا يعلمها إلا الله. فكان عنده كشكول كده بيكتب فيه عليا كذا وليا كذا، على كل الفلوس اللي دخلت له في حياته. ده أبويا مات وعليه 2000 جنيه و50 جنيه. فأنا دخلت لقيت الكراسة، قلت بدي للراجل 2000 جنيه. قال لي يا ابني ده استلفهم مني عشان يسلفهم لواحد. قلت له أنا ماليش دعوة، تاخد 2000 جنيه بتاعتك، وال50 جنيه كانت لأختي علشان يحاسب بيها البقال. وكتب في آخر الصفحة تم بحمد الله. وأول سر كشفه محمد عن أبوه هو الدفتر اللي كان مكتوب فيه جواب كل سؤال محمد كان بيسأله. وهنا عرف محمد فلوس أبوه راحت فين، وبدأ يفتكر المواقف موقف ورا التاني. افتكر خناقته مع أبوه على 20,000 ريال، وساعتها أبوه قال له الفلوس دي مش بتاعتنا. ومحمد وقتها كان مستغرب ازاي الفلوس دي مش بتاعتهم، لكن بعد ما شاف الدفتر عرف ليه هي ما كانتش بتاعتهم. انا كنت بسال بس ده فين الفلوس دي؟ ده بيكسب كتير، انت فاهم قصدي؟ كان بيكسب ما شاء الله. طب فين الفلوس دي؟ لغايه ما مره جاله 20,000 ريال، كان الريال ب65 قرش، فانا عارف انه هيفرتكهم. قمت رايح انا واخدهم. قام جه قال لي فين الفلوس اللي انت خدتها؟ قلت له بقول لك ايه، انا عندي بقى التزامات. قال لي يا ابني الفلوس دي مش بتاعتنا. قلت له امال بتاعت مين؟ قال لي مالكش دعوه. قمت جايب له الفلوس وبديها له. بعديها ب4 سنين قعدت جنب الحاج احمد ابو شعر، كان صديقه. قال له وبعدين الشيخ الشعراوي قال لنا كل واحد فيكم ينوي نيه اي قرش يجيله بيطلع لله. قلت له ابويا. قال لي ده مجنون. قلت له ازاي يعني؟ قال لي ده سجد وقال اللهم اجعل رزق بيتي كفافا كرزق آل محمد. محمد بيقول أبويا كان بيكسب كتير قوي، لكن يعتبر كانت الفلوس دي مش بتاعته، وكان بيوزعها على الناس المحتاجة. وبعدها يقول الحمد لله أنا كده سددت اللي عليا. سواء اللي معايا بره ده ياخده يطلع يا ابني نلف على الناس، كله ياخد، كل واحد يقول لك الحمد لله يدعو له سددت اللي عليا. الحاج اسماعيل كان كاتب إن محمد هيبقى تاجر كبير وغني ومعروف، وكل كلمة كتبها اتحققت فعلا بعد 4 شهور من وفاته. ولذلك أنا بقول لحضرتك قسما عظما بالله إن هذا الرجل
ما قال لي حاجه الا ما حصلت. كل كلمه قالها بعد ما اموت هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، قسما بالله حصلت بعد 4 شهور. ان انا ابقى مليونير وان اذبح 10 عجول ما مرش 4 شهور واتنفذت اللي هو قال عليها. لغايه دلوقتي احنا عايشين في بركه ربنا سبحانه وتعالى، ثم عملوا الخير. برغم ان الحاج اسماعيل ما سابش لمحمد واخواته فلوس، لكن ساب لهم البركه في رزقه ورزق اخواته. محمد واخواته كلهم ربنا رزقهم وفتح عليهم، وده يأكد لك ان مفيش حاجه بتيجي بشطارتك ولا مجهودك، وان كل خير بتعمله بيترد فيك او في عيالك. السر الحقيقي مش في الشغل ولا المجهود، السر الحقيقي في التجاره مع ربنا. كان معايا شريك رحمه الله عليه، يعني طمع في الشغل وانا تقريبا فلست يعني. هنا فافتكرت ابويا وانا عم الشيخ احمد ابو شقره بيقول لي وابوك قال اجعل رزقي كفافا كرزق ال محمد. فسجدت لله سبحانه وتعالى وقعدت ادعي بدعاء يا ارحم الراحمين. استشعرت فعلا بان بالضعف، الباب اتفتح. الله، الباب اتفتح. الصبح كان ربنا سبحانه وتعالى عوضني وكسبت 3000 جنيه سنة 88. ده كان رقم كبير جدا. كان الدولار ب 68 قرش. فنويت هنا ال 10%. بدأت الثقة تزيد بالله سبحانه وتعالى. بدأ الشغل يفتح معايا على مصراعيه، ولا سيما في ان انا ابن الحاج اسماعيل عبده. كل ما اتزنق اقول خليه ب 20%. كل ما اتزنق لغايه ما قلت بس خلاص انا كل 10 سنين ارفع 10%. وماشي عليها كده لغايه دلوقتي. افتح، هو هيفتح. من بعد قعدتي دي وانا بسجد لربنا حسيت ان خلاص كل الامور ماشيه. هتتزنق خش اسجد لله عز وجل، اغتسل واسجد وقول له. هتلاقي حد احسن من كده. المساله ما بقتش مساله مكاسب وفلوس والكلام ده، لا، ما بقتش كده خالص. ازاي هو يحبك؟ شوف انت لما ربنا يحبك، وهو على فكره ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا كلنا، لان كل المخلوقات جاءت بالامر كن فيكون. سبحان الله. الملائكه جيء بنور وقال له الله كن فكان ملائكه. الجن من نار كن فكانت. الجبال كن فيكون. الدواب كن. انت فاذا نفخت فيه من روحي فقعوا له سجدا. انت مختلف بقى. صحيح. يبقى انت، ولذلك الروح اول ما بتتسلت خلصت. يقول لك اجري بسرعه، يلا يا عم الحاج، يلا ودوه بسرعه ريحته هتطلع. الله لا 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 لا، مش هو ده كان اللي كان الفلان الفلاني وكان علان العلاني؟ لا لا لا، اول ما هتطلع الروح ارموها بقى، اللي هي الانبوبه دي اللي شايله الروح هالشكل هذا. ايه، لا ارموها، ما تقدروش تخلوها.